بطل من أبطال حرب أكتوبر عمرو طلبة العميل 1001. بالمناسبة ده اتعمل مسلسل بطولة الفنان مصطفى شعبان. البطل بتاعنا لما اتخرج من الجامعة جندته المخابرات المصرية وأطلقت عليه اسم موشي ليفي. اتزرع في إسرائيل، والكلام ده قبل طبعا حرب 73. وهناك اتعرف على عجوز متصابية ثرية كانت بتحميه ومنعته ان هو يدخل التجنيد الإجباري الإسرائيلي. وكان طبعا بيدخل جوه الأوساط الراقية عن طريقها ويتعرف على الناس ويجيب المعلومات المهمة جدا للمخابرات المصرية. بس قبل حرب التحرير كلموه وقالوا له لازم يا عمرو تطلع للخطوط الأولى علشان يوم التحرير قرب. فابتدى يطلع إشاعة إن هو على علاقة بشابة تانية علشان تغير منها المتصابية وتشيل إيدها عنه ويسيبوه يروح التجنيد الإجباري. وقد كان، ودخل فعلا على خط بارليف وبقى يوصل الإحداثيات للقيادة ويقول لهم مخازن الأسلحة والذخيرة، لغاية ما اتصلوا بيه وقالوا له خلاص ساعة الصفر قربت، ارجع يا عمرو للخطوط اللي ورا. مرضيش وقال لهم ابدا، لاخر ثانيه هبعت كل التفاصيل واماكن تمركز اليهود والاسلحه والاحداثيات، وانا فدى بلدي. وقد كان، ضربوا كل المنطقه بسبب المعلومات المهمه اللي اداها لهم عمرو، وابدا ما رجعش في كلامه. لما كان في عربيه اللاسلكي لما اتضربت كان بيقول الله اكبر الله اكبر. وبعد ما استشهد البطل نزلت مروحة هليكوبتر مصرية جابت الجثمان الطاهر الشهيد عمرو طلبة. استنوني وبطل تاني، وأنصحكم بمشاهدة مسلسل العميل 1001.